خصني قاعدة صحيحة نبدا عليها. ما عرفتش كيفاش نبدا ومين نبدا. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي ومرحبا بالمشتركين الجدد. وكيف قال لي واحد المشترك قال لي انت يا غير البنات حنا تاني نبغوا نتبعوك. نقول له مرحبا بك ومرحبا بكلا الجنسي في القناه عندي. ان شاء الله نستفادوا من بعضنا. جيتكم اليوم بقائمه اللي راح تكون كوم باز دو دوني ولكم قاعده تعتمدوها في المشتريات تاعكم، صالحه لكل زمان وكما نقولوا ومكان، صالحه لكل الاوقات. ما تضليش كما نقولوا باحره لك كل شهر شان نشري شان نجيب شان نشري نحطها قدامي ومنها هي نعرف شا عندي وشا لازمني وشا خصني نجيب هكا باش نتحدى العشوائيه وباش ننظم نفسي وننظم المشتريات تاعي. يلا البنات نبداو في الفيديو. اذا البنات في المشتريات عندي اساسيات وعندي الكماليات. طبعا الاساسيات من ضمنهم الزيت طبعا لازم يكون في كل بيت، لازم يكون عندنا زيت. شحال كل واحد شحال يكونسومي، كل واحد شحال يسحق، هذه تبقى عند على حسب افراد العائله وعلى حسب العائله كما نقولوا واش طيب. اللي كاين عائلات اللي يديروا المراقي مثلا دروك في الشتاء نستعملوا المرقه اكثر من القليان. باغ كونطخ في الصيف نديروا القليان بزاف. لهذا تكون الكميه على اختلاف كما قال لك المواسم واختلاف الاحتياجات تاعنا. القهوه كاين عائلات اللي كونسومو القهوه بزاف. مثلا حنا في الغرب عندنا الكونسوماسيون تاع القهوه بزاف، ماشي كيما في بعض المناطق مثلا في الصحراء يستعملوا لاتاي بزاف، يكونسومو لاتاي بزاف. يعني انا نعطيك لا باز، نعطيك القاعده، وانتي على حساب افراد العائله تاعك وعلى حساب الاحتياجات تاعك تصنفي وديري الكميه عليها. اللي خليت لكم الكميه هنايا خليتها فارغه، وإلا كون باغيين نعطيكم ابوبري على حساب تقسيم على حساب افراد العائله ما كاش مشكل البنات. انا خليتها فارغه وانتوما عطوني رايكم في التعليقات. قلنا الزيت، القهوه، العدس، اللوبيا، حمص، سباغيتي، مقارون، طعام، طماطم، الملح، الدهان، سميد متوسط، وطبعا سميد رقيق. كما قلنا سميد متوسط، سميد رقيق، الارز، البواكاسي، الفارينة والخل. هادو الاساسيات اللي لازم يكونوا في كل بيت كل شهر، وعلى حسب الاحتياجات. قلنا الكمية على حسب الاحتياجات وعلى حسب افراد العائلة. يعني ربة البيت ولا رب الاسرة هو اللي يعرف الاسرة تاعو واش تحتاج كل شهر الكمية. نروحوا دروك للكماليات. عندنا الطون، المايونيز، الفرماج انواع تاع الحبه تاع البيدو والفرماج غابي باش نديروا به لي غراتان ولي بلا، الياغورت، الكاشير، الزيتون، زيتون درت لكم الاسود والمخلط، كونفيتور، البيض، كريم فريش، والفلون والشيكولا. هادو كماليات. الكماليات هنا تختلف في كل دار واش يستعملوا وبواش يطيبوا. هنايا نقدروا نستغناو مثلا على الطون. كاين عائلات ما ياكلوش الطون، كاين عائلات ما ياكلوش الكاشير. الزيتون ماشي اوبليجي باش نجيبو، عليها سميناهم كماليات. يعني كاين هنايا نطيقوا نستغناو على شي صوالح. باغ كونطخ الاساسيات لازم نجيبهم لخاطرش هادوك هما لا باز. وكيما في الاساسيات مثلا نعطيكم ناس الصحراء كيما قلت لكم ونعاود لكم يكونسومو الشاي يجيبوه. انا ما نكونسوميش الشاي بزاف الوغ كو ما نحسبهش من الاساسيات. يعني على حساب الاحتياجاتك. انا درت لك هذه القائمه وانتي تفرعيها وتقسميها كما تبغي وكما يعجبك وكما يساعدك ويساعد الاسره تاعك. دروك نروحوا للوازم الحلويات.
من لوازم الحلويات والحاجة الأساسية في لوازم الحلويات البيض مثلًا لازم يكون في لوازم الحلويات، لكن حنا رانا درناه مع كماليات، لاخاطرش البيض نستعملوه في الطياب وفي الحلويات، عليها درناه مع الكماليات. الشونتيي، الكاكاو، شوكولا للطلي، لافاني، الخميرة الفورية، العسل، كريم فريش تاع الحلويات طبعًا، سوبر كريم، الكاوكاو غيرها من لوازم الحلويات اللي انتِ تستعمليهم. أنا مثلًا هادو اللي عطيتهم لك دايمًا عندي في الدار، ما نستغناش عليهم، كي نبغي ندير حاجة نلقى صوالحي في الدار، ما نضليش نبعد دي فوا نكون مثلًا الجمعة مور الجمعة راني باندير حاجة، المحلات يكونوا مبلعين، نلقى صوالحي في الدار عندي. لازم يكونوا صوالحي موفرين عندي باش ما نضليش نخمم ونضلي دوك البنات المواد التنظيف، حتى مواد التنظيف تختلف، أنا نستعمل ليكيد تاع الماشينة النوع الفلاني، كل واحد واش يستعمل. ليسونسيال اللي عندها ماشينة عندها ليكيد تاع الماشينة، الريحة تاع الماشينة تاع المعطر كيما نقولوا الملابس، الماعين أنا نجيب لهم أمير، نستعمل أمير. برودوي تاع الكوزينة أنا دايمًا نجيب معايا في المشتريات تاوعي لازم دايمًا يكون عندي الغريزيل، لانجات، جافيل، الريحة تاع المعطر كيما نقولوا المنزل، أومو. وانتي على حساب تستعملي كمواد تنظيف، تكتبي ديري قدامك ورقة وتقلبي ستيلو وديري وتكوشي، تدي هذه القائمة تاعي وتبداي تكوشي، أنا ندير هذه، أنا نستعمل هذه، أنا ما نخدمش بهذه، وتصفي القائمة تاعك وتولي تعتمديها كل شهر تحطيها قدامك. أنا مثلا نقول لكم كيفاش ندير، نحط القائمة تاعي قدامي ونبدا نكوشي هاشا عندي وهاشا بقالي من الشهر اللي فات وشا لازمني نجيب للشهر هذا، يعني صايبة راحتي ما نبقاش نخمم كل شهر شا عندي شا ما عنديش شا نجيب شا ندير، لا نحط القائمة تاعي ونبدا نخدم بها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. نتلاقاو الفيديو القادم